حبايبي الحلوين، والحدوته يا صبياني ويا بناتي من دكانة الساعات. واللي هيكون في دكانة الساعات ايه؟ ساعات قديمة وساعات جديدة، ساعات كبيرة وساعات صغيرة، ساعات واقفة على رجليها وساعات متشعلقة على الحيطة. الساعة كام؟ 9. كل الساعات تدق 9 دقات، إلا مش هقول لكم إلا مين، ولا أقول لكم، هقول لكم. من بين الساعات كان في ساعة اسمها الساعة الكوكو، ساعة شكلها زي بيت العصفورة الكوكو. الساعة 9 العصفورة الكوكو تطلع وتقول كوكو 9 مرات. أنا قلت لكم العصفورة الكوكو بتطلع، أنا قلت لكم العصفورة الكوكو بتقول أبدا. الساعة 9 كل الساعات كانت تدق 9 دقات، كانت العصفورة الكوكو ولا كانت تطلع ولا كانت تقول كوكو 9 مرات. الله، ليه؟ أمال الساعة الكوكو شغلتها إيه؟ الساعة كل ثانية شغلتها تقول تك، وكل 60 تك تتحرك دقيقة، وكل 60 دقيقة الساعة تدق. الله، أمال دي تبقى ساعة إيه؟ شغلتها إيه؟ وبتعمل طول الوقت إيه؟ حلوين، عارفين بتعمل إيه؟ ست العصفورة الكوكو طول الوقت تحط أنفها في اللي ملهاش فيه. ثانية كل الساعات تقول تك، يا ساعة يا كوكو قولي تك، لكن العصفورة الكوكو تقول استنوا بس استنوا لما اشوف مين دي اللي دخلت الدكان وبتقول ايه لصاحب الدكان، وهيقول لها ايه صاحب الدكان. استنوا بس استنوا اسمع بيقولوا ايه. تسمعي بيقولوا ايه؟ انت مالك يا ساعة كوكو؟ مش شغلتك تسمعي اللي بيتكلموا بيقولوا ايه، فاهمة؟ لكن الساعة الكوكو مش بتفهم، هي ايه؟ تسيب شغلتها وتحط انفها في اللي ملهاش فيه. ده كلام بقى، تعطل نفسها وتقف وتسيب شغلها علشان تسمع اللي ملهاش فيه. يوم بعد اليوم الساعات يبص للساعات، الله، الساعة الكوكو مالها؟ كل ساعة مش بتقول كوكو ليه؟ الساعة الكوكو قالت يا خبر ده خد باله مني، استنوا استنوا استنوا. والساعة الكوكو عملت ايه؟ عايزة توريه شطارتها بقى. كل ساعة قالت كوكو؟ لا ابدا، كل دقيقة قالت كوكو. ايه ده؟ كوكو كل دقيقة؟ الساعاتي قال لا، ده اللي يشوف الساعة دي هنا هيقول اوحش ساعاتي في الدنيا انا. لا، الساعة دي ما تفضلش، تمشي من هنا. والساعات دي اخذ الساعة الكوكو حطها مكان ما بيحط الساعات الغلط في المخزن. والساعة الكوكو زعلانة لوحدها، ولا بقت تشوف مين جاي ولا بقت تسمع مين بيقول ايه. لكن استنى استنى، معرفش مين بيتكلم. 2 من فيران المخزن بيتكلموا سوا. فار منهم بيقول انا هعمل بيتي في بيت العصفورة الكوكو، والفار التاني بيقول هاكل انف العصفورة الكوكو. وصرخت العصفورة الكوكو، ما هي دي اخرتها، سابت شغلتها علشان تسمع اللي ملهاش فيه. واحنا دايما بنقول على اللي بيعمل ايه كده صح ولا غلط؟ طبعا كده غلط، واكبر غلط.